السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب جميعا تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة هتكون شرقي. هنعمل النهاردة مع بعض الجلاش المحشي بالكنافة. هقولك ازاي تعمليه ولا احسن حلواني من مطبخك وبمقادير موجودة في بيتك وبأسهل طريقة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما ننزل وصفات جديدة. يلا نسمي بالله ونبدأ مع بعض. اول حاجة هنحضرها معانا وهي الشربات. هنزل بكوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. بعد كده هنرفعهم على النار. اهم حاجة تكون النار في الاول عالية. اول ما هيبتدي يغلي معايا بالشكل دوت هنزل بيه رشة من الفانيليا ونص عصير ليمونة. وبعد كده هنديله تقليبة ونهدي النار ونسيبه على نار هادية لمدة معاكي من 8 دقايق ل 10 دقايق. شربات الجلاش يا جماعة بيكون تقيل بارد، يعني لازم نحضره قبليها قبل ما نعمل الجلاش. هنا بعد ما عدى 8 دقايق هنرفعه من على النار ونسيبه يبرد معايا. هنا بعد كده هنا بقى معايا 500 جرام من الكنافة كانت عندي في الفريزر، ولفة من الجلاش، ومعايا مكسرات، ونص كوباية من السمنة البلدي. طبعا بعد كده هنا بقى معاكي صينية او طاسة هننزل بنص كوباية السمنة. وبعد كده هنرفعها على النار علشان خاطر انا عايزة اسيح السمنة بتاعتي بس من غير ما تسخن. انا عايزة بس السمنة بتاعتي تدوب معايا. هنا بعد السمنة ما ساحت معايا بالشكل دوت، بعد كده هنزل بالكنافة بتاعتي افرمها كده بايدي زي ما انتوا شايفين. تقدري طبعا تفرميها في الكبة لو انت حابة. وهنا كده بعد ما خلصت الكمية بتاعتي هنزل بمعلقة كبيرة من السكر البودر، وبعد كده هنرفعه على النار. تكون نار متوسطة ونستمر بالتقليب يا جماعة علشان خاطر ما تتحرقش معانا. اهم حاجة نستمر بالتقليب. هنا بعد ما قلبتها كويس علشان تتشرب من السمنة كلها والنار بتاعتي متوسطة، هنفضل نقلب لحد ما تاخد معايا لون زي ما انتوا شايفين كده ابتدت ان هي تتلون. اول ما نلاقيها ان هي ابتدت تتلون معايا هنهدي النار علشان ما تتحرقش معانا. وهنا بعد ما خدت معايا اللون اللي انتوا شايفينه دوت، بعد كده هنفضيه في صينية علشان يهدى معانا. نبتدي نفرده كده بالشكل دوت علشان يهدى معايا. واول ما يبتدي ان هو يهدى معايا هنزل بالمكسرات بتاعتي. طبعا تقدري تستخدمي المكسرات اللي انت بتحبيها وبتفضليها. تقدري تستخدمي زبيب وجوز الهند بس زي ما تحبي، ليكي مطلق الحرية. وطبعا تقدري تستغني عنها، ممكن ما تضيفيش مكسرات براحتك زي ما تحبي. بعد كده هنزل بربع كوباية من الشربات ويكون قوامه وسط، مش عايزينه يبقى تقيل. واهم حاجة الشربات بتاعنا يكون بارد. وهنديله تقليبة. فايدة الشربات هنا يا جماعة ان بيخلي الكنافة تبقى متماسكة مع بعض شوية علشان ما تبقاش مفرولة وتنزل من الجلاش، بيسمعها معانا بمعنى اصح. بعد كده هنا بقى جبت لفة الجلاش بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ده النوع اللي انا بستخدمه، نوع حلو. وهبتدي ان انا افرده معاكم. اهم حاجة اول ما تبدأوا تشتغلوا لازم تغطي الجلاش وانتي بتشتغلي علشان ما ينشفش معاكي. يعني تاخدي ورقة ورقة وتبقي مغطياه معاكي بفوطة. بعد كده هاخد ورقة من الجلاش، وطبعا انا معايا سمنة معلقتين كبار من السمنة. وهبتدي ان انا ادهن ورقة الجلاش بتاعتي بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هتني التلت الاول من الورقة على التلت التاني. وبعد كده هنزل باربع معالق كبار من الكنافة. ابتدي ان انا اوزعهم بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة بقى ان احنا نلم الحشو بالشكل دوت ونضغط كويس يا جماعة. نضغط ونلف نضغط ونلف علشان خاطر اللفة بتاعتك ما تبقاش مهوية والكنافة تخرج من بره زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. وهنا بقى معايا صينية ألمونيوم دهنتها كويس بالسمنة، وهبتدي ان انا ارص الجلاش بتاعي بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. هنعمل مع بعض ورقة كمان هندهنها بالسمنة كويس بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين.
بعد كده هنتني التلت الاول من الورقة على التلت التاني وننزل بالكنافة بتاعتنا. بعد كده هبتدي ان انا الم الحشو كده في الجنب زي ما انتوا شايفين واتني كويس الورقة اهو زي ما انتوا شايفين كده، نتني ونلف. اهم حاجة نضغط كويس علشان الورقة تبقى مقفولة كويس ومحكومة كويس، ونحطها في الصينية. نبتدي ان احنا نرصه كده جنب بعضه. وهنا بعد ما خلصت الكمية كلها هبتدي ادهن الوش بالسمنة بتاعتي. يعني انا اتبقى معايا من لفة الجلاش 4 ورقات بالظبط او 3 يعني بيتهيألي. هتشيلهم في الفريزر، تقدري تستخدمي بقى اي وصفة تانية تعملي منها من ام علي، تقدري تستخدميها في اي حاجة لو اتبقى معاكي ورق جلاش، او تقدري تكمليه في صينية تانية لو انت عايزة تعملي اللفة كلها. اهم حاجة بقى هندهن الوش كويس بالسمنة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده قبل ما ندخله الفرن يا جماعة لازم نقطعه الاول بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. انا هنا بعمل بصوابعي ان انا عايزاه يبقى كله قد بعض، فعشان كده بعمل بصوابعي. هنا بعد ما قطعته بالشكل دوت هدخله فرن ساخن كويس على درجة حرارة 200. هيقعد معايا نص ساعة. بعد كده هنشغل عليه الشواية من فوق، بعد ما ياخد لون من تحت نشغل عليه الشواية من فوق. وهنا بعد نص ساعة طلعته من الفرن. بعد كده هننزل على طول بالشربات بتاعنا. طبعا الشربات بتاعنا بارد والصينية بتاعتنا طالعة سخنة. نبدأ ان احنا نوزع كده. وهنا بعد ما وزعت الشربات بتاعي وسبتها شوية، بعد كده هنطلعها مع بعض زي ما انتوا شايفين. عايزة اقولك ان هي شاربة من الشربات كويس وسكرها مظبوط وطعمها حلو. تعالوا بقى نقدمه مع بعض. شايفين لونها عامل ازاي؟ بعد كده هنزل برشة من الفستق على الوش. تعالي بقى اوريكي، شايفة هنا اللون بتاعها عامل ازاي؟ تعالي اوريكي بقى، هنفتحها مع بعض. الحشو متماسك جوه مش بيقع. شايفة؟ مقرمش من فوق بس طري من جوه. شايفة اللون بتاعه مظبوط؟ ده اللون المظبوط يا جماعة، واخد اللون الذهبي. وطبعا على فكرة لما بتاكليه تاني يوم بيبقى احلى كمان. يعني ممكن تعمليه من بالليل وتاكليه تاني يوم هيبقى احلى. شايفة هنا يعني بتتقطع معايا بس فيه يعني قرمشة، مش اللي هو ناشف. وانا قدمت الطبق ده برضو بالشكل دوت. لو حابين ان انتوا تاخدوا فكرة للتقديم، لو عندكم ضيوف وحابين تقدموه بالشكل دوت بيبقى شكله حلو. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.